بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحبيبات، متابعاتي الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكن سعادة الدارين ويرزقكن الجنة ويسعدكن في الدنيا والآخرة على المتابعة وعلى من يشترك في قناتي. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا على حب الخير وذكره أن يجمعنا في جنات النعيم. وأسأل الله لكل من من هي مهمومة أن يفرج الله همها، ولا تتركنا تعليقاتكن الطيبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وضع ذلك اللايك. لست متعودة أقول ذلك، ولكن يقولون أنه من الضرورة كي يفهم اليوتيوب أن القناة هي الناس مهتمة بها. اليوم إن شاء الله كنت سأتحدث عن القرآن وبعض النصائح للأخوات لمن تريد أن تحفظ القرآن وكل ذلك. ولكن مع الأسف الشديد عندما نرى التعليقات التي هي تعليقات تحزن القلوب في بعض القنوات دائما، هناك هجوم. رأيت في الإحصائيات أن من يتابعني أولا قبل كل شيء هم الأخوات الجزائريات، وبعده الأخوات المغربيات، وبعده من البلدان الأوروبية. فأحببت أن أعمل هذه التوعية للأخوات لأنه ضروري جدا. نحن يجب علينا أن نفهم أن هذا الشيء الذي يقع في هذه الأمة ليس من مصلحتنا أبدا، ويجب علينا أن نربي أبناءنا وإن كان لدينا إخوة صغار أن نربيهم أننا نحن أمة واحدة. فهذه الحدود التي بيننا وبين الدول المسلمة الأخرى عملها الذين يريدون أن يشتتوا هذه الأمة لكي يشتتوها، ولقد وصلوا إلى هدفهم. كل واحد يفتخر ببلده وبلدك ليس بشيء، وكل واحد ينظر إلى من هم مسؤولون عليهم. يجب علينا أن نفهم أننا أمة واحدة، نحن مصلحتنا في الاتحاد، أن نتحد مع بعضنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وكما ألف بين قلوب المسلمين. فالله عز وجل جعلنا إخوة، فنحن على كل حال إخوة من نحن أبناء آدم، ولكن الله عز وجل جمع أمة التوحيد وجعلهم إخوة. سبحان الله، الله عز وجل لم يأمرنا أن نتفاخر بالبلدان وأن نتفاخر بالأراضي أو أن نتفاخر بالأموال. هذا الشيء لا يجوز. فكل بلد ليس هناك بلد ليس فيه عيوب، وليس هناك بشر لا يخطئ، ليست هناك دولة ليس فيها عصاة وعاصيات. فحتى الأولاد الذين نلدهم ونربيهم أحسن تربية، كل واحد يخرج بتربية أظن أن تقريبا التربية تكون تقريبا متقاربة، ولكن كل واحد أخلاقه وقلبه وحنانه ورقة قلبه مختلف عن الآخر. لذلك يجب علينا أن نوعي أبناءنا وأن نوعي الشباب في هذا الوقت الذي هو أصعب وقت تمر عليه الأمة.
وقت الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. فنحن مع الأسف الشديد يعني وصلنا إلى هذا، كل واحد يشتم الآخر ويظن أن يعني الإنسان الذي يشتم لا يعني يفهم أنه ضعيف. من الضعف قلة الإحسان وقلة الإيمان وقلة الصبر. فالله عز وجل الذين اصطفاهم أعطى لهم الصبر وأعطى لهم حسن الخلق، وحسن الخلق هو من أعظم الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب علينا أن نحسن أخلاقنا، ونسأل الله أن يحسن أخلاقنا، وأن نحب بعضنا البعض، ونترك هذا الخلاف الذي هو يعني مفعل من جهات خارجية ليس لها علاقة بالتوحيد، وهم يعني لديهم مصلحة أن هذه الأمة تتشتت. فهناك وزير غربي قال في يوم ما أنه من مصلحتهم أن تكون ليس أن يكون هناك 120 دولة مسلمة، بل يجب أن تكون هناك أكثر من 1000 دولة. لماذا هذا الشيء؟ لأن عندما يتفرقون سيضعفون. فسبحان الله، لذلك يجب علينا أن نعمل توعية لأبنائنا وإخوتنا ومن هم من عائلتنا. دائما يجب عليهم أن نزرع فيهم حب، يعني حب الوطن هو يعني شيء طبيعي، هو أيضا من أركان الإيمان، ولكن وطننا هو الأمة الإسلامية كلها. يعني نحن عندما نسمع أن إخوتنا يتعذبون لا نستطيع أن نتهنأ بلقمة عيش، فما بالكم الجيران الذين هم يعني من ثقافة واحدة، من دم واحد، من لغة واحدة. فسبحان الله، الجزائر والمغرب يعني كل شيء لديهم، يعني تقريبا كل شيء لديهم واحد، فأكلهم متقارب ومتشابه، لبسهم متشابه أيضا، لغتهم متشابهة. فكل الناس تقول أنها يعني لا تفهم للمغاربة ولا للجزائريين، ولكن الجزائريون والمغاربة يفهمون بعضهم البعض، والإخوة التونسيين وأيضا الإخوة الليبيين. فنحن المغرب العربي يعني تجمعنا ثقافة واحدة ولغة واحدة ودم واحد. فسبحان الله، والله عز وجل لم يفضل بعضنا البعض يعني إلا بالتقوى. الله عز وجل لم يقل أن الأسود هو أقل من الأبيض، أو الأبيض هو أحسن من الأسود، أو العربي هو أحسن من الأعجمي، أو الأعجمي هو أحسن من العربي، بل قال سبحانه وتعالى أنه يفضل بعضنا بعض بالتقوى، بالإيمان، بحسن الخلق. فنحن يجب علينا أن نحسن أخلاقنا، وأن نجعل توعية بين أسرتنا وأبنائنا، وهذا الشيء يجب أن نتكلم عليه كثيرا. ولمن وصلت إلى هنا جزاكن الله خيرا. ادعموا هذا المقطع ليصل لكل أخت يعني كانت مغربية أو جزائرية، أو أيضا إذا إن كانت من تونس أو من ليبيا أو من أي دولة عربية، أو حتى من السعودية أو من مصر، من أي جهة. يجب أن نفهم أننا أمة واحدة، ويجب علينا أن نفهم أن مصلحتنا في التوحيد بيننا والحب بيننا، يعني كما نسميه نحن ترابط، يعني أن نكون مترابطون. فسبحان الله، يجب علينا أن نبتعد عن هذه الفتن التي يعني يزرعونها بيننا. فحتى التعاليق من يبدأها ليس هم جزائريين ولا مغاربة أبدا، يبدأها أناس من خارج الأوطان العربية، ويبدأون يعني يضحكون علينا، ويعني سبحان الله نصبح مسخرة، وهكذا يعني ليس يعني جيد.
فسبحان الله نحن خير أمة أخرجت للناس وأصبحنا يعني مسخرة بين الدول. لماذا؟ لأننا نفكر في الدنيا الدنية ونترك التفكير في الآخرة. لماذا أتينا إلى هذه الدنيا؟ نحن أتينا لنعبد الله ولنتقي الله ولنعمل بما أمره الله، ولسنا يعني في هذه الدنيا كي نلعب فقط أو كي نكسب الأموال. هذه الأشياء هي أشياء ضرورية للحياة، ولكن ليست يعني ضرورية للأرواح ولا لديننا. فجيد أن يعمل الإنسان ثروة، وجيد أن يكون لديه يعني نسب طيب، ولكن يجب عليه أن يكون يعني في أحسن الخلق، يعني يجب أن يكون لديه حسن الخلق. فحسن الخلق من الأشياء التي هي مطلوبة ومرغوبة